السلام عليكم، عاملين ايه الاخبار؟ بصوا الفيديو ده. استنى. يلا لف. يلا شاطر، اقعد رجلك لورا. يلا اقف رجلك لورا. استنى. شاطر. يلا روح يلا. طيب بصوا بقى الكومنت ده، تعالوا نقراه مع بعض. مع احترامي لشخصك، ولكن أين التدريب؟ القط لا ينفذ الأمر. القط ببساطة يتبع الطعام اللي في إيدك. أنت بتلف الطعام حوالين القط بيلف حول نفسه ليصل للطعام وليس طاعة للأمر، وجلوسه ليس طاعة ولكن لأنك علقت الطعام فوق راسه، ويجب أن يجلس حتى يرى. أنا بربي قطط طول عمري، وعندي قط بلدي وفاهم طباع القطط وكيفية التعامل معها كويس جدا. واللي انت بتعمله ده تضليل وليس تدريب. جرب تعطي نفس القط نفس الأوامر من غير قطعة الأكل اللي في إيدك، وأتحداك إن نفذ أمر واحد. واضح من فيديوهاتك إنك بتدرب كلاب كويس، وده كويس، ولكن تدريب الكلب أكثر سهولة بمراحل من تدريب القطط، لأن الكلب تابع، أما القط فهو يتمتع باستقلالية وعنيد. ولكن حضرتك لا تجيد تدريب القطط، وإن كان هذا أسلوبك الوحيد في تدريبها بإنك تمسك له الأكل. طيب يا سامح، مع احترامي لخبرتك الكبيره جدا في تربيه القطط، تمام، انا ماليش خبره في تربيه القطط على فكره. ولكن كل القصه ان انا راجل دارس علوم تدريب الكلاب، وعارف ان من ضمن علوم تدريب الكلاب في حاجه اسمها التعزيز الايجابي، او خلينا نقول في حاجه اسمها اصلا الارتباط الشرطي، بينزل تحت التعزيز الايجابي وحاجات تانية. فاللي انا عارفه ان من زمان جدا، من ايام اصلا اكتشاف التعزيز الايجابي والكلام ده كله، الموضوع ده كان بيتدرب بيه قطط، حمام، كلاب، فيران، كل الكلام ده. ولكن طبعا الكلاب عندها ميزه عن القطط وعن حيوانات كتير، ان ينفع تتعاون بينك وبينها وتطلع منها باوامر معقده جدا جدا جدا. فخلينا نتفق ان لا، مع احترامي ليك، هو القطط يمكن تدريبها بطريقه شبه الطريقه البيزك اللي بندرب بيها الكلاب والكلام ده كله. دي اول نقطه. مع احترامي لخبرتك، لا بيحصل عادي جدا. تاني حاجه بقى، وانت بتقول لي اتحداك ان انت ايدك فاضيه، وانت كل اللي بتعمله انك تمشي القطه ورا ايدك بالاكل، تمام، ان القطه تنفذ، وبتتحداني ان هي تنفذ امر واحد. بص هنتفرج على الفيديو ونرجع تاني. تعالى يا مشمش عشان جايب لك كلاب، خد. يلا اقعد. شاطر، يلا لف. يلا لف. شاطر، يلا اقعد. اقف على رجلك اللي ورا. استنى، ايدي فاضيه. شكرا. مشمش، اقف على رجلك اللي ورا. يلا استنى. يلا لف. شاطر، يلا اقعد. شكرا. خد تعالى عشان يقعد يقول لك ايه دي، اصلي مره ومش مرتين. خد يديهم التالتة. يلا اقعد. شاطر، اقف رجلك لورا. استنى. يلا اقف رجلك لورا. استنى. شاطر، يلا لف. شاطر، برافو. مش خد. يلا 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 عشان سامح ما يزعلش. اقعد. اقف على رجلك لورا. لا اقف عدل. استنى. يلا لف. شاطر، يلا برافو. بص بقى يا سامح، اول حاجه خلينا نتفق ان عدم علمك بالشيء، تمام، ما يعنيش ان الشيء ده مش موجود. مش معناه ان الشيء ده مش موجود، لا هو موجود عادي خالص. تاني حاجه هفهمك ليه انا بمشيها ورا ايدي بالاكل. ودي انا كده بقعد استمتع كده مع القطط، لان هي القطط اصعب من الكلاب. فلما انت بتدرب قطط يعني بحسن من مهارتك ناحيه الكلاب والكلام ده كله. ودي حاجه مش انا اللي حاططها، ده بالعكس اكاديميات زي كارين براير واكاديميات كبيره جدا 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 بيعملوا نفس الكلام ده، تمام، ان هم يدربوا كائنات تانية علشان يحسن من مهارته في تدريب الكلاب والكلام ده كله. طيب فبكل بساطه اللي انا بعمله ان انا بقعد امشي الكائن، كلب، قطه، ورا ايدي بالاكل لفتره من الزمن، ان جسمه يحفظ شكل الحركه دي وان هو يفهم شكل الحركه دي. المرحله دي اسمها مرحله اللورنج، او هي جايه من كلمه لور او الطعم، ان انت مستخدم حاجه بتمشي وراها الحيوان بحيث ان هو يعمل الاشكال اللي انت عايزها، واللي هي اشكال ضد طبيعته شويه، ومش من طبيعته انه يقعد يلف حوالين نفسه ويقعد وينام ويقف على رجليه ورا والكلام ده كله. فانت بتطلب منه حاجه عايزه يفهمها، فبتفهمها له عن طريق انك تمشيه وراه بالاكل. الازمه دي بقى بتعمل ازمه عند مربين الكلاب نفسهم، ان هو يقول لك هو هيفضل ماشي ورا ايدي بالاكل ولا كده. دي قصه طبعا يطول شرحها، تمام، ولكن انا هقول لك البيزك بتاعها. وده اللي حصل مع مش الفرق بين الفيديو ان هو بينفذ ورا اكل، او الفيديو ان هو بينفذ من غير اكل، حاجه بسيطه جدا. مرحله اسمها الفيدنج، وهي انك انت بعد ما وريته شكل الحركات بايدك بتخش على المرحله اللي بعديها، ان انت شكل الحركات دي كان مصاحب ليه اشاره، اللي هي ايدك بتعمل كده، ايدك بتعمل كده، ايدك بتعمل كده، يلف وراه. فبتبدا تسحب الاكل تدريجي، تمام، وتبدا تلففه ورا ايدك. فده اللي انا حصل تاني مره، وهكذا. طيب مهاره بقى الشخص مش بتقاس على الفيدنج. الفيدنج ده سيستم. يعني ايه سيستم؟ يعني حاجه انت بتمشي وبتعملها. مهاره الشخص بتقاس على اللورنج. انت ازاي بتعرف
تدور الحيوان وتخليه يعمل الاشكال اللي انت عايزها وينتظر وما يهجمش على الاكل اللي ايدك وياخده، لان مش كان مقطع لي ايدي تمام حرفيا زمان، علشان هو كان يعني مش لطيف مع الناس عموما، وما كانش لطيف معانا، ما كانش بيجي بسهوله، كان بيقطع ايدك عشان ياخد الاكل من ايدك. بدات تعلمه لا ما تخربش، بقى تعلمه كذا 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 كذا. لا تاينو، نادي تاينو. طبعا بالنسبه لك كمربي للكلاب المرحله دي اسمها صنع الفجوه او كريتنج ذا جاب. المرحله دي مهمه بالنسبه لك جدا وانت بتربي الجرو بتاعك، لان الجراوي الصغيره بتعمل حركه شبيهه، بدل ما القطط بتخربش الجراوي بتقعد تنتش الاكل جامد جدا وبتاخد الاكل بسرعه، فلازم تعوده ان هو ما يهجمش على ايدك وهو بيسمع الكلام وهو بيمشي معاها. انا طبعا قد يبدو ان انا بتكلم على القطه، ولكن لا، انا مش بتكلم على القطه خالص، انا بتكلم على حاجه ناس كتيره جدا 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 بتفهمها غلط او بتشوفها غلط، ما عندهمش الدرايه الكافيه ان في مرحله كامله بعد ما انك انت تستخدم المكافآت وتمشي الكلب او القطه ورا ايدك بالمكافآت لحد ما يحفظ الشكل اللي انت عايزه يحفظه بشكل حلو جدا والشكل المرغوب بالنسبه لك. في مرحله كامله اسمها الفيدنج، الا وهي السحب. والسحب بيبقى سحب المكافاه، دي اول حاجه. طبعا المكافاه ما بتختفيش خالص في الحياه عموما، انت بترجع تكافئ تاني وبترجع، ودي برضو قصه طويله جدا هنتكلم فيها. والحاجه التانيه سحب بعد كده اشارات تدريجيه. انا اضحك عليك لو قلت لك ان انا اعرف القط ممكن يتسحب معاه اشاره الايد كاملة ولا لا، لان حتى لما بشوف ناس بتدرب قطط بره وكده بيبقى لسه في اشاره ايد شويه. بس الكلاب من يعني معجزات ربنا انك انت بتقدر تسحب اشاره الايد بسهوله وبعد كده تدخل الامر اللفظي بسهوله وهكذا. فيا سامح، مع احترامي ليك ومع احترامي لسنين تربيتك للقطط، الموضوع مش بيقاس انت بقالك قد ايه بتربي، بقالك قد ايه بتعمل، بقالك قد ايه الكلام ده كله. الموضوع بيقاس بكل بساطه ان العلم نور تمام، دي يعني ملهاش مقياس تاني. والمقياس الاخير ان طريقه الكلام عاده لازم تبقى كويسه، ما ينفعش نقعد نتهم اللي قدامنا بالتضليل والكل الكلام ده تمام. اظن انا وانت اكبر من ان كلام زي ده يتكتب والكلام ده كله. بس كده سامح، وشكرا جزيلا.